منتخب مصر. نعم منتخب مصر لاحظ الكرة والمحاولة. الله جول، هدف عالمي. الله 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 الله، هدف عالمي. نعم جول زياش فلتة يعني اجتهاد شخصي كبير، لكن اذا كان نشوفوش جول زياش فرصه واحده على 6 ولا 7 فرص مع منتخب جورجي، يعني لهنا مشكل نتاع السيم ممكن مطروح عند المنتخب المغربي. كما قلنا هذا من الامتار الاخيره للتحضير للرسميات. نصيري ممكن يرجع يعني في شوط ثاني. يعني الابرز الاسماء عبد الرزاق حمد الله اللي عاد من جديد لقائمه المنتخب المغربي. لاحظ الكره، الله المحاوله، لكن حارس المرمى. نعم الهدف 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 الاول. الله 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 الله، يوسف النصيري يسجل الهدف الاول للمنتخب المغربي. نعم بعد المحاولات وبعد الكرة الأولى والثانية من حارس المرمى اللي بعد، لكن هنا يوسف هو من يدون لأسود الأطلس الهدف. لاحظ هذه الكرة ما مشت، لكن الثانية مشت. نعم في الشباك بداية سريعة للمنتخب المغربي. لاحظ الكرة، أسود الأطلس يبدأون ويسجلون الهدف الأول عن طريق اللاعب يوسف النصيري الذي يسجل الآن الهدف الأول لمصلحة المنتخب المغربي. نعم منتخب مصر. نعم منتخب مصر لاحظ الكرة والمحاولة. الله جول، هدف عالمي. الله 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 الله، هدف عالمي. نعم يسجل الهدف عن طريق اللاعب حكيم زياش. يا سلام يا سلام، هذه عابرة عبر القارات في اللقطة الماضية لأسود الأطلس عن طريق اللاعب حكيم زياش. يا سلام سلم. الله 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 الله، لاحظ الخطأ، لكن هنا الهدف الله 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 الله، هذه كبيرة يا زياش. يا سلام، الله أي نظرة، أي دقة، أي تنفيذ في اللقطة الماضية، وبالتالي المنتخب المغربي يسجل الهدف الثاني. لكن هدف على كيفك. اي والله هدف على كيفك يا زياش في اللقطة الماضية. هنا نتكلم عن لاعبين الكبار. نعم هنا نتكلم عن هذه الأسماء الإضافية مع المنتخب المغربي. جول زياش فلتة يعني اجتهاد شخصي كبير، لكن إذا كان نشوفوش جول زياش فرصة واحدة على 6 ولا 7 فرص مع منتخب جورجي، يعني لهنا مشكل نتاع السيم ممكن مطروح عند المنتخب المغربي. كما قلنا هذا من الامتار الاخيره للتحضير للرسميات. نصيري ممكن يرجع يعني في شوط ثاني، ولا ممكن بيكون في خيارات اخرى، لانه اكيد كما قلنا العامل نتاع الارهاق، العامل لانه في موضوع البرمجه والتخطيط خويا محمد، وننسى اقل من اسبوع عنده مواجهه مع كرواتيا تسمى مايكرو سيكل. الحين هذا الاسبوع البرمجه المهمه يعني تقريبا 6 ايام بالضبط، تاريخ 23 مباراه كرواتيا، في كثير حسابات بدنيه جاهزيه. ذهنيا تقريبا ما فيش مشاكل، كما تكرم كابتن عبد الوهاب في ضغط عالي، في رغبه اللي هي كانت مفقوده ممكن على الادوار الدفاعيه في المنتخب المغربي في فتره ما، وراح يعني نتكلم عنها بعد ما نروح ايضا ننوه. اسلوب توصيل اللاعب باكبر عدد من المرات او خلق فرص باكبر عدد من المرات، ذاك الوقت يبقى هنا منه اللاعب نفسه، لان المدرب خلص انه انت اعطاك الاسلوب وصلك لمرمى الخصم، هذا انت تتحمل اذا ضيع الفرص. لكن ولذلك انه شفنا الفريق قدر يعيد وضعه ووصل إلى أبعد منطقة. اليوم أنا حقيقة إذا شاهدت فريق المغرب لربما صح يلعب مع كرواتيا، يلعب مع بلجيكا، يلعب مع أعتقد كندا معهم صحيح، لكن الفريق يقدر يوصل بعيد لأن هناك لعيبة، هناك تحضير جيد. هذا اللاعب حقيقة هذا هو أبعد، نقول أبعد لاعب في العمق الهجومي، لكن هو
أول لاعب يدافع في الشق الدفاعي، ولذلك أنه الفريق المغربي وهذا التنظيم يحسب للمدرب وليد الركراكي. أكيد. ولذلك احنا ذكرنا هاي النقاط اللي مهمة في كرة القدم. الضغط العالي موجود، دفاع المنطقة موجود، التحول من الدفاع للهجوم بأسرع طريقة، وعدة لاعبين يجيدون هذا الوضع. أيضا اللعيبة القادمين من الخلف، لو نشاهد الدقيقة 33 شوف هنا التراجع الكل الارتداد الجماعي موجود من قبل اللاعبين، والخروج أيضا لتضييق المساحات. شوف الآخرين جو متأخرين لكن موجودين. احنا نريد نشاهد فريق متواجد في الشق الهجومي وفي الشق الدفاعي. لربما ما اريد اطول، حتى اكو دقيقة 33 ما اخذناها احنا، لكن شفنا اللاعب اللي اجى من الخلف، وايضا كانت هناك انفرادة للاعب المغربي. حقيقة اليوم عجبونا فريق المغرب، أتمنى أنه هذا المشوار يواصلون به في أول مباراة في كأس العالم بإذن الله. نعم، هذه الكرة أيضا كانت من زياش لزميله أيضا يوسف، لكن شفناها ما ترجمت إلى أرض الواقع. أرجع لك أنا كابتن سمير على الجانب الدفاعي، شفنا تقدم أشرف حكيمي، ترك المساحات أيضا خلفه، وشفنا يستغلون اللاعبين الجورجيين هذه المساحات. صارت ممكن في وضعيتين ولا ثلاثة، ممكن أبرزها الفرصة الواضحة للمنتخب الجورجي، كانت المنبع هو الجبهة اليسار اللي هي مقابلة الجبهة اليمين للمنتخب المغربي. بالطبيعة لهنا تصير الخلالات، لأنه دائما شفنا موضوع الاوفرلاب نسميه احنا بين زياش وبين حكيمي كم من مره موجوده، لهنا تكون فما لازم شويه توازنات، يعني التعليمات الارتكازات هما، لانه اوناهي بعد يشارك معاهم كحل ثالث في الزياده العدديه على الرواق اليمين. ممكن تصير في كره القدم، يعني مش حاجه واضحه كثير، لكن مع منتخبات كبيره كما منتخب كرواتي ولا منتخب بلجيكي عادي تدفع الضريبه يعني في وقت قصير، لانهم المنتخبات هذا عندهم جوده كبيره على المستوى الارتداد الهجومي وفعاليه كبيره، خاصه في الواحد ضد واحد. كما قلنا المباراة هذه اليوم هي الأهداف نتاعها ممكن نفسانية وذهنية أكثر من أي